السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالتخصص النهارده الزمالك بيفوز على بيراميدز. الأفضل النهارده من الزمالك 1-0. فوز مهم جدا جدا جدا، يعتبر أهم فوز للزمالك في الفترة دي. أهم فوز لأن مباراة النهارده كانت زي عنق الزجاجة بالنسبة للزمالك. إن النهارده بنشوف أول مرة آه، 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 بيكونولا بيلعب، مصطفى يوسف حسن بيلعب اساسي النهارده من بدايه المباراه. ايكونولا بيلعب، عماد دونجا نزل اخر 5 دقائق ولا اخر 7 دقائق. الزناري موجود ومحتاج شويه تظبيط. الزناري في الوقفه بتاعته في الدفاع، خصوصا في الكور العرضيه. هو على الارض وفي الدفاع وفي المان كويس جدا، في الكور العاليه دايما بيبقى واخد خطوه متقدم فيها. فالمباراه بالنسبه للزمالك عنق زجاجه، لان الفوز بعد طلائع الجيش، يعني بعد طلائع الجيش وبعد التعادلين وفوز طلائع الجيش وفوز النهارده كلهم اسبابهم واحده ومبرراتهم واحده. مش هنقول مبررات جديده ولا اسباب جديده. الفريق الزمالك ما بين فريق السنه اللي فاتت داخل عليه 10 لعيبه، وما بين اصابات كتيره كانت موجوده في الماتشين اللي تعادلنا فيهم، بيرجع 3 4 لعيبه ينضموا في ماتش طلائع الجيش، بيظبطوا الايقاع شويه. مفيش فرق ما بين المصري اللي بيتغلب النهارده 3-1 من طلائع الجيش، اللي الزمالك كسبان 4، عشان بس الناس تبقى فاهمه الكوره بتبقى ازاي. لا كان صعب عليا المصري ولا كان صعب عليا انبي. اللي كان صعب عليا ان الفريق مفيش دكه بره، مفيش حد قاعد بره. يعني النهارده يعني مثلا بيطلع يوسف حسن، نزل ايكونولا لسه ما لحقش، ما كملش ربع ساعه ونزل في ظروف الزمالك بيدافع فيها. دونجا النهارده طبعا لسه اول مباراه وما لمس تقريبا الكوره خالص دونجا يعني. لكن الفرق ما بين المباراتين اللي الزمالك اتعادلهم والمباراتين اللي الزمالك كسبهم، اللي انا من وجهه نظري اصعب، بدليل ان طلائع الجيش اللي الزمالك كسبانه 4 الماتش اللي فات، واللي عامل ماتش ممتاز قدام الاهلي اتغلب 2-1، غلب المصري النهارده 3 اللي الزمالك اتعادل معاه. فالزمالك ما تعادلش مع المصري عشان ما فيش دكه بره، واللعيبه اللي كانت موجوده الحمل كله عليها تقيل. النهارده في صوره معبره عن الكلام اللي انا بقوله بعد الماتش. امام عاشور نام في الارض، اجهاد فوق العادي وفوق طاقته، هو وزيزو هم اللي شايلين الفريق من بدايه الموسم. لكن لما هيبتدي يرجع فتوح، يبتدي نص الملعب يتظبط، الضغوط هتخف عليهم، والمجهود البدني اللي مطلوب منهم طول المباراه. ان انا كمثلا امام عاشور ادافع في قلب الملعب كديفندر، وفي نفس الوقت لازم ازيد عشان اشغل زيزو واشتغل مع زيزو، وازيد عشان اشوط وبعدين ارجع تاني. زيزو نفس الحكايه، بياخد الكوره وعايز يوصل المهاجم اللي هو ممكن ما يكونش موجود. ساعات الزمالك بيلعب من غير مهاجم، فعايز يوصل بالكوره لابعد نقطه يوصل بها للمرمى، ان كان هو يسجل او ان كان هو يسدد او ان كان يستنى حد راجع من ورا، جاي من ورا يلعب له كوره. فبيبقى مجهود زياده عليهم. لكن لما يكون انا لعيب طب عادي في الفريق، بأدي دوري بس هاف يمين، وانا راجل 6 وانا راجل 8، كل واحد بيلعب في مكانه وكل واحد ليه دور بيأديه في الملعب، اللعيبه مش هتتعب بالشكل اللي موجود ده. فالنهارده اهميه فوز البيراميدز النهارده، اللي انا بقول لكم زي عنق زجاجه. النهارده اللعيبه كلها رجعت، اللعيبه كلها اللي كانت مصابه ما فاضلش غير نضاي، وده قدامه لسه بتاع اسبوعين وان شاء الله الونش ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله. نضاي انا مش هتكلم على الونش خالص، بره الحسابات لحد شهر 2. لكن نضاي اللي هو ان احنا كنا مستنيينه. انا اتكلمت على الونش لان هو بدا معانا الموسم واتصاب، فطبعا ان انت عشان تعوض الونش باصابه عبد الغني كمان، والزناري لسه كان المفروض عايز يلعب قدام جنب عبد الغني والونش يشيلوه في البدايات، لا ده هو جاي بيشيل في وقت هو اصلا كان المفروض عايز حد يسنده يزقه بس المباراه الاولانيه. مصطفى شلبي مباراة عن مباراة بياخد ثقة، بيتعود على لعب الفريق. النهارده الجملة التركية اللي اتعملت دي، كل الناس واقفة على ان زيزو هيرفع لحسام عبد المجيد وللزناري في قلب ال 18. ده الشغل بقى الجميل المحترم اللي الزمالك محتاج يكتر منه الفترة اللي جاية، وانا متأكد انه هيكتر منه، وخصوصا بعد المباراة دي. هتبدأ مباراة ان شاء الله البنك الاهلي اللي جاية، هيبقى احتمال كبير يبدأ بدونجا. اهميه دونجا في ايه؟ مش في قيمه دونجا او عظمه دونجا كراجل سوبرمان، لا، في مركزه. ان ده المركز اللي الزمالك بيفتقده من بعد طارق حامد. السيسي بيلعب في المكان ده، بس ما فيش حد تاني جنبه، لان امام ليه ادوار تانية فبتاخد من دوره
الدفاعي. النهارده سبب سيطره بيراميدز ان هي سيطر على وسط الملعب، لان الدور المزدوج المطلوب. يعني تلاقي توريه بتاع بيراميدز كل دوره قطع الكره ويسلمها، يقطع الكره ويسلمها، مش مطلوب منه انه يروح ويزيد ويعمل كروسات ويشوط لا، يسلم الكره ويسلمها ويطلع ورا زمايله، يلم وراهم او يسند وراهم، يخدم يعني حد مزنوق يسند له الكره اتقطعت يحاول يقطعها من جديد. انما لما يكون انت عندك مأموريات ان انا ابقى عايز اقطع الكوره واروح اسلم واستجوم ان انا بسدد وان انا بشوط وبخترق وبخش جوه 18، صعب جدا جدا مع الاستمراريه. اهميه المباراه النهارده ان انت بتاخدها من منافس يعتبر المنافس الثاني ليك في الدوري، المنافس اللي بيديك هدايا لان هو متفوق على الاهلي بالارقام، هو متفوق على الاهلي او متساوي مع الاهلي في المنافسه وفي المباريات. يعني النهارده المباراه ال 14 بين الزمالك وبيراميدز من ساعه ما كان الاسيوطي كسبناه مرتين، والباقي 8 مباريات باسم بيراميدز، 10 فوز للزمالك، فوز وحيد لبيراميدز، و3 تعادل. فالزمالك النهارده بالتخصص عرف يكسب المباراه ونظم نفسه دفاعيا. يعني يمكن البيراميدز هجماته كانت من الكور الثابته، وسببها ان اجهاد خط وسط الملعب الزمالك، بدليل ان طلع عمرو السيسي لانه كان لوحده في قلب الملعب، فاتغير ونزل دونجا اللي لسه ما لمسش كوره خالص، بس هو عشان على الاقل هيجري اكتر من عمرو السيسي في الشويه. انا مش عايزه يسلم ويستلم ويتحرك، انا عايزه يجري يملى المكان بس في الشويه اللي موجودين او الخمس ست دقائق اللي هيلعبهم، عايز يديله حساسيه المباراه عشان يستفيد بيه المباريات اللي جايه. فوجود صفقات الزمالك الجديده ده مش معناه ان الزمالك كده خلاص، لا، الصفقات دي محتاجه وقت. النهارده بتكسب وانت بتلعب منزل بادئ ب4 جداد، وعندك 2 احتياطي بره جداد وبيلعبوا، يعني 6. يعني الزمالك استفاد ب 60%. ما احنا خلاص مش هنحسب زكريا وردة، ما كنا جايبين 11 واحد مشي معانا 10. يعني الزمالك كده بيستفيد ب 60% من الصفقات اللي جابها، 6 من 10 يعني 60%. 4 بيلعبوا في الملعب و2 اهم نزلوا عملوا لك برضو ايه يعني تدعيم في الشوط الثاني، وبيدوا للراجل امكانيات في المباريات اللي جايه. الماتش النهارده هيخفف كتير من الاعباء والضغوط على الزمالك وعلى فريرة. انا بلعب مسابقه وعايز اكسب في مسابقه، وبلاعب خصم قوي وعنيد، والنهارده الزمالك رحل او سلم بيراميدز بقى للاهلي، مع بعض انتوا تتصرفوا في الماتش الاولاني، عقبال ما يجي الماتش الثاني باذن الله يكون صفقات الزمالك لعبت وانسجموا مع بعض واتحركوا مع بعض، وبقى في ناس بتلعب في الملعب وناس بره، مش لازم ال10 اللي الزمالك جابهم بقى موجودين في الملعب، لا. لكن النهارده الفايده ان انا الزمالك بدا ب 40% من الصفقات، الزناري والسيسي وشلبي ويوسف حسن 4 بيلعبوا في التشكيل بدايه المباراه، يعني انت استفدت ب 40%. خلاص، يوسف حسن اول مباراه يلعبها اساسي، وهو ما يختبرش النهارده في اي حاجه، لكن تقدر تقيمه ازاي؟ بيجري بالتحرك كويس، بيضغط، مجهوده البدني حلو، طوله كويس كمهاجم، الشيب بتاعه كويس، حركته وجري ورا الكوره وضغطه على منافسين على مدافعين بيراميدز خفيف وسريع، اسرع واخف بكتير من سيف الدين الجزيري. مع الاستمراريه ومع الوقت هنقدر نحكم عليه اكتر. يعني احنا هنديله النهارده 3 من 10 بس بدني، الشغل اللي هو عمله بدني، لان ما كانش طريقه لعب الزمالك بتعتمد على ان انا مستحوذ ومخترق فبلعب كورسات فهو ضايع، لا، هو ما جاتلوش حاجه من دي. لكن الدور الدفاعي اللي هو كان منوط بيه ان هو بيضغط على دفاع بيراميدز، ما يخلوهمش يعملوا البيلد ان بتاعهم مرتاح، كان كويس قوي فيها. دي بدايه ليه، وانا ما اقدرش اجيب صفقه جديده من اول ماتش استنى، لا، استنى منه كل حاجه، لا. وخصوصا في مباراه زي النهارده بلعب مع خصم فيه نديه وفيه تكافؤ بينه وبينه، عنده لعيبه مميزين. مشكلته انا مشكله بيراميدز بالنسبه لي دايما في المدير الفني اللي واقف بره ده. ما ينفعش ان انت يبقى عندك اللعيبه دي وبتضيع مش عارف حتى تبقى منافس قوي بشكل اقوى من كده. يعني السنه اللي فاتت بيراميدز لو كان كسب مبارياته كلها كان عدى الاهلي والزمالك بكتير بالنقط الكتيره اللي فرط فيها السنه اللي فاتت. طبعا غياب عبد الله السعيد مؤثر جدا 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 مع بيراميدز النهارده، لان في المباريات اللي زي دي بيفرق قوي عبد الله وبيعمل بصمه كويسه. لكن الزمالك النهارده استفاد ب 40، هقول 40%، هعتبر ان يوسف حسن النهارده وابتدى
يلمس لدونجا ويلمس لايكونولا، ان شاء الله ممكن تكون ليهم بدايه من بدايه الماتش الاهلي. الزمالك دلوقتي لعب الماتش السادس من السبع مباريات اللي احنا قلنا عليهم بدايه صعبه. فاضل لنا البنك الاهلي. ابو البنك الاهلي من المباريات الصعبه، البنك الاهلي او مباراه البنك الاهلي مع الزمالك من المباريات الصعبه. السنه اللي فاتت الزمالك كسبان البنك الاهلي في الدور الثاني 2-1 بمشكله بالعافيه يعني. الجونين اللي جابهم سيف الدين الجزيري وكان محسوب لهم ضربه جزاء في الدقيقه 65، فكان الماتش مش سهل خلاص. وهيجي بقى حلم طولان هيكومهم ورا ويلعب على المرتد واحنا وكده. لكن انا مش فارق كل القصه دي، مش فارقه معايا. الزمالك عدى الست مباريات اللي احنا كنا قلقانين منهم. احنا قلقنا منهم ليه؟ كنا قلقانين منهم ليه؟ لان الزمالك جاي بدا الموسم، وقبل الموسم ما يبدا بثلاث ثواني انت جايب ثلاث صفقات جداد. طب دول هتدربوا مع الفريق امتى؟ هيلعبوا مع الفريق امتى؟ وهيشتغلوا مع الناس ازاي؟ فكنت عندك انت جايب تبدا موسم جديد وانت لسه مش عارف لك قوام اساس ولا عارف لك تشكيل اساسي هتبدا بيه. والراجل المدير الفني مجبر دلوقتي ان هو يلعب بالناس اللي عنده ويزق بقى الناس الجديده دي حسب الجاهزيه وحسب احتياجات الفرقه. اصابه الونش عجلت ان انت تزق بالزناري. الفراغ الشاسع اللي في قلب ملعب الزمالك عجلت ان انت تزق بالسيسي، وكان طبعا هيبدا بدونجا لكن دونجا اصلا جاي لنا مصاب، فدي مشكله ثانيه. اللعيبه اللي ظهرت بدري وكان الراجل معول عليها ابراهيم نضاي جاله مزق واصل لدرجه قطع في رباط الخلفيه، مزق جامد يعني. فقدامه لسه كمان بتاع اسبوعين وعقبال ما يعني يخش مع الفريق ويبتدي يلمس في المباريات الجايه. فان انت تعدي المباريات السته دول بان انت خسرت 4 نقط وما خسرناش يعني ما خسرناش مباريات، خسرنا 4 نقط بتعادلين. النهارده المصري اللي الزمالك اتعادل معاه 2-2 مغلوب 3-1 من طلائع الجيش اللي انت لسه كسبانه 4 بالعقل يعني. فالمرور الزمالك عدى الست مباريات دول، وهتبتدي مع بعد مباراه البنك الاهلي. مباراه البنك الاهلي بالشكل اللي الزمالك استعاد بيه لعيبه كتيره ولاعيبه كتيره بقت موجوده، ان شاء الله مباراه البنك الاهلي ما تكونش بالصعوبه اللي كان هيبدا بها الزمالك الموسم. بعد كده الامور هتبتدي تبقى الى حد ما فيش مباراه سهله في الدوري يعني. بعد كده هتلعب الحرس والمقاولين والاسماعيلي واسوان والداخليه، دول المفروض انهم اسهل. لا مش اسهل ولا حاجه، كل مباريات صعبه. لكن في مباريات بتبقى فيها في فرق بتقلق منها. لكن اي مباراه مش هتخش من البدايه عشان ان انت تحسمها وتلعب من اول دقيقه لاخر دقيقه بتركيز هتخسر فيها نقط. وخساره نقط في اي مباراه هي اي نقطه اخسرها قدام الاهلي او اخسرها قدام اسوان او اخسرها قدام بيراميدز او اخسرها قدام الحرس هي نقطه انا خسرتها. الاهميه المباراه النهارده ان الزمالك بيعدي اصعب 6 مباريات تتلعبوا، فاضل مباراه ان شاء الله نعديها باذن الله. لكن يقلل من صعوبتها شويه ان انا بقى عندي لعيبه كتير والمدير الفني بقى عنده خيارات على وش على البنش جنبه، فيقدر يعدل. النهارده فتوح اتصاب ما خدش المسلوسي لعيبه شمال، لا في عبد الله جمعه راح السيسي النهارده تعب وبذل مجهود كبير في قلب الملعب، طلع لقى دونجا بيلعب مكانه، ما جابش عبد الغني لعبه في قلب الملعب مكانه، وهكذا. فبقى في بدايل، دي اللي هتريح المدير الفني اكتر. هتدي فرصه لزيزو وامام عاشور يلتقطوا انفاسهم، ان انا مش هبقى طالب منك الطاقه، عايزك بقى مجهودك ده كله تركزه في مركزك وهيبقى توظيف تاني لامام عاشور. لو هو لعب بالدونجا والسيسي وامام عاشور جنب بعض هيبقى ليهم دور كويس جدا جدا في قلب الملعب. لو لعب بدونجا وجنبيه امام عاشور في مباريات كتيره بحيث انه يلعب باثنين هفات وراس حربه في مباريات كتيره انت مش هتبقى محتاج فيها 3 في قلب الملعب، هيبقى عندك مميزات كويسه جدا جدا، لان زيزو وامام عاشور بدنيا كويسين وبيقدروا يلعبوا الدور الدفاعي ده، وهيبقى عندك فرصه ان امام يتقدم ويشوط يسدد. فاهميه مباراه النهارده دي ان انت كسبت 3 نقط مهمين جدا من منافس قوي دايما يا بيضيع منك نقط. والحمد لله احنا اخر سنتين واخدين ال4 ماتشات او ال5 او 6 ماتشات في اخر 3 سنين، اتغلبنا منه المره اللي كانت في 2019 دي، وتعادلنا معاه مره تقريبا السنه اللي قبل اللي فاتت مع باتشيكو، بدانا الموسم بتعادل معاه. لكن بعد كده ال3 مباريات الاخرانيين ومباراه الكاس احنا بنكسب الحمد لله، وهنقابله تاني في الكاس باذن الله. هتكون ظروف الزمالك افضل من كده ان شاء الله. بس فبتفوز على منافس ممكن يضيع منك نقط وممكن يكسب وممكن يتعادل معاك يضيع منك نقطتين وممكن يكسب كمان،
فرق قوي. والمنافس ده لما بتعديه بتسلمه بقى للاهلي. انا عديت المرحله دي، هقعد بقى اتفرج على ماتش الاهلي وبيراميدز، واي تعادل او خساره احد الفريقين، وهو نتمنى طبعا هتبقى خساره الاهلي، لان بيراميدز بيخسر في حته تانيه، وانا خلاص فزت على بيراميدز، فمن مصلحتي بقى ان بيراميدز يكسب لي الاهلي او يتعادل مع الاهلي، يبقى انا كده خدت 5 نقط، يبقى بيراميدز اداني 5 نقط، انا خدت منه 3 نقط مباشر وضيع لي نقطتين من الاهلي، او خدت 6 نقط كسبته وهو كسب الاهلي، ففادني انا ب6 نقط. هي الكوره بتتلعب كده، المباريات اللي زي دي بتحسب. والفائده الثانيه ان انت النهارده بقى عندك 60% تستفيد بيها، 60% من الصفقات الجديده. يعني ممكن من الماتش الجاي دونجا ياخد من بدايه المباراه جنب السيسي، ممكن من الماتش الجاي يبدا بايكينولا بدل يوسف حسن النهارده. خلاص. وانا اتمنى من كل قلبي ده ان الثلاثه اللي يلعبوا ورا، هو عايز يلعب 3 في القلب، يبقوا عبد الغني على اليمين، والزناري في قلب الثلاثه، وحسام عبد المجيد في الشمال، ويلعب بفتوح ونيمار هتبقى دفاعيا اقوى. في وقت من الاوقات عبد الغني يزق نفسه ينزل في قلب الملعب، لما امام يزيد فيروح ينزل جنب الملعب، جنب السيسي او جنب دونجا، فتبقى تدي حريه لامام في مباريات كتير، في ان امام هيزيد، فمش محتاج ان انا العب ب3 ورا، فعبد الغني ياخد 15 خطوات لقدام كده، يبقى بحيث ان هو يبقى ايه الديفندر الثاني في ظهر دونجا او السيسي، في حاله ان امام عاشور بيتقدم. ولو عايزه هيمين ناحيه اليمين، عبد الغني هيمين ناحيه اليمين، وهيأدي لك دور المسلوسي بشكل افضل، لان عبد الغني افضل في الحاله الدفاعيه في المان تو مان، واخاء من المسلوسي. الكلام اللي هو هيمشيه واللي شايفه الراجل واللي شايفه افضل، اكيد هو افضل مننا وقارئ اكتر مننا. فمباراه النهارده الحمد لله ان الزمالك عداها، كان في نسبه استحواذ لبيراميدز، وهي دي مع تركيز جونياس. لكن الزمالك كانت هجماته اخطر، الكام كره اللي راحوا بيهم كانوا اخطر، متمركز كويس، واقف كويس، بيتحرك كويس، مكاسبه من المباراه النهارده كتيره جدا. اول حاجه خد 3 نقط، تاني حاجه ابتدى الزمالك تبقى فريق في الملعب كويس، ودكه الى حد ما كويس. مع اللعيبه دي بقى لسه انت محتاج 4، يعني اللي هيفيدك ان انت ال5 مباريات الجايين اللي احنا المفروض يعني نعتبرهم الى حد ما، هو مفيش ماتش سهل، بس الى حد ما نوعيه المنافس اقل من ال6 المباريات اللي انت لعبتهم بعد ماتش طلائع الجيش. يعني الحرس والمقاولين والاسماعيلي واسوان والداخليه والاتحاد، لحد قبل ماتش الاهلي، لحد الاسبوع ال13 مباريات في المتناول، لكن باستهتار ودلع واستهبال هتخسر من اي حد، لكن دول في المتناول، فدول فرصه كويسه قوي ان اللعيبه كلها تلعب وتنسجم مع بعض وتنسجم مع فكر الراجل، واللعيبه نفسها الجديده مع القديمه. ساعتها بقى الزمالك هيبقى له شكل جديد ودور وشكل جديد واحتمال تعديل جديد في طريقه لعب فيريرا، اللي النهارده طريقه لعبه هي اللي كسبت الزمالك. نواقص كتيره، لعيبه كتيره لسه مش في مستواها، لعيبه كتيره لسه بدنيا مش جاهزه افضل ما يكون. ما تفتكرش ان اللعيبه هيجي من اصابه ويتدرب 5-6 تدريبات او اسبوع مع الفريق ويجي ينزل يلعب مباريات رسميه كده يبقى سليم. لا طبعا في التدريبات اللعيبه بتحاسب على نفسها، بيلعبوا من غير شنكار، بيلعبوا اخر ارتياحيه، واقف اللعب وعدل والمدرب يظبط وبتاع، لكن انت بتلعب منافس بيخش ياكلك، فلما كنتش هتبقى واقف على رجليك تمام التمام بيضيع. فلازم اللعيب، المباريات الرسميه هي اللي بتجيب اللعيب، عمر التمرين ما هيجيب التمرين مهما كان هيجيبك 20-30%، المباريات هي اللي بتجيب اللعيب لاعلى مستوى ولاعلى فورمه. والانسجام بقى بين الملعب وبين اللعيبه في الاجواء اللي بجد، الاجواء العصبيه، وانا بغلط وده بيشيل وده بيعوض وده بيغلط وده بيأنن وده، الضغوط النفسيه والعصبيه دي هي اللي بتبين بقى المستوى الاساسي. لكن انت في التمرين انت ولا حاجه، لعيب رقص ولا حاجه تضحكوا، لعيب ضايع ولا حاجه. لكن في مباريات رسميه وده بيشايل ده وده مستني بذل مجهود فالتاني ما اداله، الحاجات دي كلها بتاخد العصبيه والنفسيه دي بتاثر على مستوى اللعيب. فالحمد لله فوز النهارده مهم جدا جدا للزمالك، وان شاء الله باذن الله نعدي ماتش البنك الاهلي، وتكون من مباراه لمباراه اللعيبه الجديده واللعيبه المصابه تبقى موجوده في الملعب، ويبقى في ان شاء الله باذن الله خيارات كثيره للمدير الفني وحلول كثيره للمدير الفني،
ويقدر بقى ساعتها ان شاء الله طرقه وطريقه لعبه تبان زي نهايات الموسم اللي فات، مع ان كانت الكواليتي بتاع السنه اللي فاتت او السكواد بتاع السنه اللي فاتت اقل بكتير، لكن اللعيبه اشتغلت مع بعض وحفظت بعض وفهمت بعض، فكان المستوى بالشكل ده. فاللعيبه الموجوده الجديده مع اللعيبه اللي بتاع السنه اللي فاتت، لما يحصل بينهم الانصهار ده والانسجام ده ويفهموا بعض ويفهموا طريقه لعب الراجل الجداد بالنسبه للعيبه الجداد، خلاص. واتشال بقى رهبه ان هم بيلعبوا في الزمالك، واتشال رهبه ان هم بيلعبوا بقى بشكل في منافسات كتيره ومباريات مستمره ومطلوب منهم المكسب باستمرار. كل دي ثقافه مش عندهم، عند اللعيبه اللي هي جايه من الدوري المصري على على الزمالك. فدي بتبقى محتاجه محتاجه دايما وقت. الفوز، الفوز مع بيساعد ان الحاجات دي تحصل بسرعه. الفوز بيسهل ان مشاكل كتيره بتتعالج ومشاكل كتيره بتتدارى. الفوز بيسهل، والحاله المعنويه والحاله النفسيه بتخلي اللعيبه تنسجم وتنصهر مع بعض بسرعه. عكس لما بقى في تعادل او هزيمه ونتائج عكسيه بتضغط على الجهاز الفني، بتضغط على اللعيبه والجمهور، وبتبقى حاله نفسيه مش مظبوطه، فالحلول بتاخد وقت شويه. الحمد لله، الف مبروك لجماهير الزمالك المحترمه، وان شاء الله باذن الله مستنيين ان الصفقات الجديده تنسجم اكتر، والفريق هي باذن الله، انا متوقع ان شاء الله باذن الله هيبقى افضل من الموسم اللي فات، في الفتره اللي الزمالك كان بيتالق فيها، اللي هو كان بيكسب كل المنافسين دي في الفتره الاخيره اللي كسبنا فيها، وكسبنا فيها الكاس من بعد ماتش الاهلي، او من بدايه من ماتش الاهلي 2-2، وابتدى الزمالك اللعيبه ان شاء الله باذن الله. انا متوقع ان خلال الثلاث اربع مباريات، الاربع خمس مباريات اللي جايين دول، اللعيبه اللي هي بدات النهارده وبدات من الماتش اللي فات دي تبتدي تخش وتستمر على كده، ان شاء الله باذن الله هنشوف حاجه ان شاء الله جميله باذن الله. يلا الف مبروك، ونكمل بقى في المباريات اللي جايه. يلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم.